السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل حواوشي بالاسكندراني او العجين باللحمة. زي ما انتم شايفين انا بسوي. هنخش نعمل خطوات العجين. معايا معلقة ملح، نص معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة صغيرة، معلقة لبن بودر، ونقلب الدقيق، مكونات الدقيق. معايا كوباية مية، وبعجن. ومعايا كوباية تانية، حطيت كوبايتين المية، واحط الكوبايه بقى التالتة تدريجيا كده. حطيت كوبايتين ونص، وبعجن الحواوشي. هحطه بقى على الرخام عشان ايه اتحكم في العجينه. عجنتها وسبتها تريح شويه، قد دقيقتين كده، ورحت راجعه تاني. حطيت نص كوبايه الميه الباقيه في طبق، وببل ايدي وبعجن. ببل ايدي وبعجن. عشان العجينه تنعم. لازم اعجنها كويس. يعني خدت 3 كوبايات الا ربع ميه. واتلمت اهي، ايدي نشفت من العجينه، اتلمت كده ونعمت طريه. همسح الطبق كده بمسحة زيت، واحط مسحة زيت على وش العجينة، واحط كيس نايلون عليه. معايا كيلو لحمة. هنعمل بقى اللحمة المفرومة. معايا كيلو لحمة مفرومة. معايا فلفل اخضر وفلفل حامي، 3 بصلات، وفلفل الوان. معايا حتة ليا، معلقتين فلفل، معلقة بهارات، معلقة حبهان بودر، معلقة كبيبة صيني، ومعايا ملح. حطيت معلقة التوم، وقلبتهم في بعض. وضربت بقى الفلفل والبصلة والمكونات مع بعضها كلها، الخضرة كلها مع بعض، الخضار كله مع بعض. ضربته في الكبة، او لو هتخرطيه على ايدك خرطيه ناعم كده صغير، او بشورير المبشرة، واحطها على اللحمة. دعكتهم في اللحمة بتاعت الحواوشي، حطيتهم في التلاجة قد ربع ساعة. العجين حطيته ما عادش ربع ساعة، عشان ما يخمرش قوي، عشان لسه هقرصه وهسيبه يرتاح شويه. هعمل العجينه كده رول،
واقطع بقى رغيفة الحواوشي. زي ما انت تقطعي، يعني انت قطعتيه صغير قطعيه كبير، اي حاجه يعني. انت وانت عايزه تقطعيه بقى كبير قطعيه، قطعي صغير قطعي. انا قطعه وسط كده حلو. طلع 14 رغيف. حطيت عليهم كيس نايلون بتاع السندوتشات عشان العجينه ما تشققش. وبمسح مسحه زيت كده على الرخامه عشان العجين ما يلزقش. وامسح الصواني بتاعتي فرشه زيت كده. القرافه اهي بتاعتي حطيتها ترتاح بعد 10 دقايق. على ما خلصت تقريف كان ارتاح. هفرد العيش. انا بفرده بايدي، مش ضروري يعني مردانه او نشابه او حاجه. وبلم الرغيف كده على اللحمه وبقفله كويس واسيبه برضو يرتاح. واخد العيش بقى افرده برضو واحط اللحمه. احط اللحمه وافردها والمها عليه واقفلها. معايا حته جبنه موزاريلا هحطها برضو في اللحمه. لو مش عايزه تحطي جبنه ما تحطيش، يعني ايه براحتك، حاجه براحتك. بقفل الارغفه بتاعتي. فاضت حته قد ربع كيلو لحم من الكيلو، يعني 14 رغيف خدوا كيلو الا ربع لحم. هجيب بقى بعد العيش مرتاح باللحمه، هديله تبطيطه بسيطه كده، فرده صغيره، فرده بسيطه. واحطه على الصواني اللي انا مسحها بزيت. هدهن دهنة زيت على وش العيش العجين. واجيب الشوكة واخرمها كده عشان ما تنفخش الرغيف. هدهنها برضو دهن الزيت، افرد الرغيف واعمل له دهن الزيت واعمله بالشوكة، اخرمه بالشوكة. اهو خلصت ال 14 رغيف.
وهخش بقى عند الفرن ايه اسوي حواوشي باللحم، العيش باللحم، العجين باللحم. معليه بقى معليه من تحت واوطي الجناب. اول ما اسوي اعلي من تحت واوطي الجناب. سويت بقى من تحت اوطي تحت وعلي الجناب عشان الوش يتحمر. الصينيه التانية مستوي من فوق ومن تحت. اديني خلصت رغيف الحواوشي زي ما انتوا شايفين. 14 رغيف، كيلو دقيق عملت 14 رغيف حواوشي، بس كبير مش صغير. هقطعه بقى معاكم. هفتح الرغيف. لو عجبكم بقى الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.